أعزائي المشاهدين، اليوم ناخذ لقطات من حياة الشاعر إجزار حنتوش، زوج الشاعرة رسمية محيبس، اللي البعض يوصفه حياته بالصعلكة. هل كان إجزار حنتوش اللي انولد بالقرعاوي، انولد بالدغارة بالديوانية عام 45 وتوفى عام 2006، هل كان صعلوك أم متمرد، أم كان يقرأ الحياة عكس ما يقراه الآخرون؟ يروي عنا صديقه القاص شوقي كريم. شوقي كريم يقول يوم من الأيام كان الشاعر إجزار حنتوش هارب من العسكرية إفرار، وعلى الرغم من أن وحدته موجودة في بغداد وقرب وزارة الداخلية، بعد شو تريد؟ وحدتك ببغداد ويم وزارة الداخلية. يقول أخذته ويا صديقي العقيد سيف الدين جراح حتى الرجعة الوحدة العسكرية. يقول العقيد سيف الدين جراح سلم الآمر وحدته وقال له يابا دير بالك على جزار، ترى هذا حياته إلها خصوصية، دير بالك عليه، مو مثل باقي الناس تتصوره، شوية إلى خصوصية، حساس، شاعر مرهف الحس، فشوية دير بالك عليه. يقول شو احنا سلمناه، من رجع ذا الاتحاد الأدباء لقيت إجزار واقف باب الاتحاد، هاي شنو؟ يقول العقيد قال له ها إجزار شنو هاي؟ ابتسامة بها تساؤلات. قال له سيدي أنا هربت كافي، عاد خدمت الوطن ساعتين ما تكفي؟ فصوروا هذه حياة الصعلكة عنده. يقول يوم من الأيام أخذنا حتى نخطب له الشاعرة رسمية محيبس. يقول رحنا استقبلتنا الشاعرة رسمية محيبس وقالت يابا أنا ما رايد منه شيء، بس أريد يترك العرق. فقال لها يابا أنا موافق. يقولوا هذا الشرط شان حتى إحنا شرطنا، هذا مو بس شرط رسمية. يقول قال لها يابا أنا موافق. يقول شو أول ما رجعنا للفندق قال عيوني الله يخليكم خلولي هاي المرة الأخيرة وراها أنهي. صديقه الشاعر حميد قاسم يقول جبناه يوم من الأيام بأمسية شعرية، شرح لنا في بداية الأمسية شنو معنى اسمه واسم أبوه، شنو معنى جزار، شنو معنى حنتوش. إيش قال يابا الجزار هو العناد، والحنتوش هو الجميل أو الحلو تحديدا. وأردف ضاحكا هو شايل كاس الزحلاوي العرق وقال مثل ما تشوفون لا أني جميل ولا أني عنيد، أوهم مداها الروح أوهم مداها، تمشي ورا اللي يمشون كانوا وراها. يقول غمض عينه الصغيرتين محاولا التشبث بدمعة فاجأته طقلة دمعة ولكن بصمت. يقول هو دائما يحب يسمي نفسه آخر الشعراء القرويين، تأسيا تقليدا للشاعر الروسي يسنن. يقول إجزار حنتوش عن زوجته رسمية محيبس، يقول لولا رسمية لاقترنت بضفدعة. لقد شكل إجزار حنتوش ورسمية محيبس ثنائي البراءة والطيبة،
يقول عنا صديقه عباس الحسيني، يقول ماكو شارع إلا ويعرف الشاعر قزار حنتوش، وماكو تجمع يساري أو ديني إلا ويكن كل الاحترام والمحبة لقزار. يقولوا هذه ميزة يندر أن ينالها أحد سواه. ماكو شاعر أو أديب أو مفكر اليساريين والمتدينين يحبونه، كلهم على حد سواء، بس قزار حنتوش. وأنا إيش أقول إضافة لقزار حنتوش كذلك الشاعر إبراهيم الخياط رحمه الله. إبراهيم خياط بالفاتحة مالته كل الاتجاهات الفكرية والوطنية والأحزاب السياسية حضرت الفاتحة، يساريين ومتدينين على اختلاف مذاهبهم. الرجل اللي اتفق على حب جميع العراقيين. يقول كتب قزار حنتوش بليلة الدخلة يستحي يواجه زوجته رسمية محابس، فكتب بليلة الدخلة قطعة شعرية لأنه يخشى من رسمية الشاعرة اللي راح تكشف زيف الكلمات المنمقة، لذلك تقدم لها ببيانها الأول حياتهم الزوجية، وقال لها: قوديني كخروف ضال نحو ربيعك، خليني أرعى بين بساتينك وينابيعك، أنت الطين الحري وأنا الماء، فلنمتزج الآن قيمر معدان. تخلى قزار حنتوش هنا بليلة الدخلة عن هيمنة الرجولة وقتل القط من أول ليلة، فأعطى القيادة الرسمية محابس ببراءة الطفل، وكان ما ينمق بل يقول بعفوية. تروي عنا رسمية تروي عنا، تقول مرة من المرات وصيته يجيب لي من بغداد، قال أنا رايح لبغداد، ايش تردين أجيب لك من بغداد؟ يقول قلت له ما دام أنت رايح لبغداد جيب لي المجموعة الكاملة مال مظفر النواب رحمة لوالديك. تقولوا فعلا جلبها إلي، ولكن أكو رجل وياه بالسيارة اللي جابته للديوانية قال له ما تسمح لي أصفح هذا الكتاب. لما أعاد الرجل الكتاب قزار رفض أن يأخذه. يا ليش قزار؟ يقول كنت أنتظره بشغف. قال لكني رأيت بعيني ذلك الرجل رغبة ملحة بالاستحواذ على الكتاب دون أن يقول. يقول استحيت لأنه شفته دا يقرأ الكتاب بشغف، معودة بالغيرة. أنا متت يلا وصيتك، شنو ينظر له بشغف؟ لكن هاي صفات ما نقول الصعاليك، صفات المبدعين. تقول لا تزال القول لزوجته رسمية محابس، تقول حينما أصدر قزار مجموعته اللي عنوانها أسعد إنسان بالعالم كان ما يتورع من إهدائها ينطيها لأي بشر، البقال الحمال اللي ما يجيد حتى قراءة اسمه. مرة من المرات أنطى هذا الديوان الجارنا أبو عماد صاحب المحل القريب، وكتب له إهداء جميل حاربي ولد الرجل. أما صاحب المحل نفسه فقد قلب الكتاب بين إيده وقال له شو وقت أرجع لك إياه؟ قال له قزار هذه هدية إلك مني. تقول يمنح أي كتاب مهما كانت قيمته بمكتبتنا البسيطة لمن يشاء، سواء يقرأ ما يقرأ إلى آخره. تقول صديقة زيد الشهيد يقول الرسمية محابس كتبت كتاب
عن ذكرياتها مع زوجها قزار حنتوش، وكان كتاب مهم عيار ثقيل عن هذا الشاعر القلق اللي غادر الدنيا وقلبه مشبع بالطيبة. تقول بأول صفحة من الكتاب، هاي نقلا عن رسمية محابس، تقول: كتب بسلوك سريالي بغرفة زواجه على رسمية محابس قطعة هي خطاب روحه شعرا، وكان هو أعرف بأنه يعجز عن التحدث بالرومانسية بليلة الدخلة، ويخاف من مقولة النثر فضاح الشعراء. وقال: هذه رسمية شاعرة راح تكشفني. فقال لها: قوديني كخروف ضال نحو ربيعك، خليني أرعى بين بساتينك وينابيعك، أنت الطين الحري وأنا الماء، فلنمتزج الآن قيمر معدان. يقول بختام الكتاب يكتب قزار حنتوش وصيته شعرا ليبقى على عهده بسيط بريء طفل لا ينمق، بل يقول بعفوية، ويصرح حبا، يسامح، يحترم، يعترف، ويقول: لا شأن لي بأحد، أرجوكم عدم إقامة الفاتحة علي، لا أعترف إلا بأمي، هاي آراء بالحياة، ليس لي صديق حتى نفسي، لا أحب أحدا عدا مقتدى الصدر، لا شأن لأحد بي، أحب الله ورسوله وآله الطيبين الطاهرين، وأحب الشيوعيين كذلك، أحب زوجتي جدا، الله هو الذي يحكم بين أعدائي وبيني، أسامح الذين خدعوني، أشهد أني طاهر الذيل، وإن قلت كذبا فالمعاقب هو الله، أحب الشعر العراقي، وبين البداية بالشعر والنهاية به تتقلب رسمية محابس على لهيب الذاكرة لتقول ما يشتهي محبو قزار أن يسمعوه عنه وله. هذه ذكريات كتبتها زوجته رسمية محابس عن زوجها قزار حنتوش، اللي يسميه البعض لوركا الديوانية، إنه الشاعر أبو سلام، كان دائما يفتخر بأنه هو يشبه المطرب عبد الحليم حافظ. الألف تحية والرحمة والمغفرة والجنة مثوى الشاعر ابن الديوانية ابن الدغارة الشاعر الكبير قزار حنتوش المتوفى عام 2006، اللي بعض يوصفونه بأنه صعلوك، وهو من أجمل الصعاليك. تحية كبيرة لزوجته الشاعرة الكبيرة ابنة الديوانية رسمية محابس. أرجو أن غطيت لكم بعض جوانب هذا الشاعر الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.